السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبتي. النهارده جايه اكلمك بقى ازاي توفري وتحبقي تبقي قروبه ولهلوبه. ايوه، انتي قروبه ولهلوبه وقويه وتقدري. بس قبل ده كله، انا عارفه ان انتي تقدري، بس قبل ده كله لازم تنوي من جواكي. لازم تنوي ان انتي توفري وان انتي تدبري. على فكرة انا ساعات كتير جدا كنت بتفرج على الفيديوهات بتاعت التوفير وازاي نوفر ونحوش 10 جنيه على 10 جنيه. فعلا الفيديوهات دي جميلة جدا وعملت بيها. بس اول ما احوش حبة كده حلوين برضو بيتصرفوا. لا، طب انا كنت بحوش ليه؟ اتاري ان انتي قبل ما تقرري ان انتي توفري وان انتي تحوشي لازم تقرري من جواكي انتي بتحوشي ليه. ايه الهدف من التحويش؟ مش اللي هو يلا نحوش وخلاص، لا. المبلغ ده لحاجة معينة، المبلغ ده هعمل بيه كذا، المبلغ ده مش هفتحه غير بعد سنة. لازم تحطي هدف معين، هدف تحطيه قدامك وتمشي عليه. ايوه، اه والله، ما ينفعش احوش كده وخلاص. لا، لازم يكون في هدف. اولا الهدف ان انا اقدر احوش. ثانيا ان انا مش هفتح ولا هاجي على المبلغ ده لمدة طويلة جدا. ثالثا اربط نفسي بحاجة زي جمعية، او مثلا اشيله في حاجة بعيد عن ايدي، البريد، البنك، اي حاجة. ماشي. يا اما اعمل حصالة ما بتتفتحش. المهم ان المبلغ ده لا يمكن احط في دماغي ان انا حوشت المبلغ ده اقوم بقى اصرف وادلع نفسي. ما انا لازم ابسط نفسي، ما انا شطوره وحوشت. لا، لازم يكون في هدف، هدف طويل المدى، هدف طويل المدى. ممكن من الاهداف دي ان انا اجدد في البيت، احوش واجدد في البيت. انت لما بتحققي حاجه في البيت، اولا نفسيتك بتتحسن، ثانيا مستواك الاجتماعي بتحسي ان هو بقى افضل واحسن، ان انت توفري البيت المريح والجميل والانيق كده لولادك ولبيتك، بتبقى حاجه جميله. فدي حاجه، خطوه لازم تعملها. ولازم بقى ايه، مثلا اخش في قسط جهاز معين انا نفسي فيه، عايزه اجيبه. دي برضو هدف تاني. فلازم قبل ما ابدا التحويش لازم يكون عيني على 1 2 3 واعملهم. حتى لو انا عايزه اجيب اجهزه معينه، ازاي احوش واوفر عشان اجيب كده. مش اللي هو بقى لا هو عليه، ما انا لما اطلب هو يجيب وازن عليه والكلام ده كله. فين انا قدرتي الشرائيه؟ فين انا تنظيم حياتي؟ فين انا ان اعمل ايه وما اعملش ايه؟ ده غير بقى احنا هنقول افكار كتير جدا، ازاي اوفر، ازاي اصلح من سلوكياتي عشان مصرفش كتير، اوفر ازاي، اعمل ايه، اتصرف ازاي، واحجم نفسيتي. لان النفسيه دي هي اللي مودانا في داهيه. ممكن تكوني بتحوشي وماشيه على نظام التحويش، وتيجي واحده بس تعدي كده قدامك، جابت حاجه جديده، جابت اسدال جديد زغلل في عينك كده، جابت اي حاجه هي احسن مني في ايه، خرجت هي احسن مني في ايه، انا لازم اعيش حياتي لا، لا. او خروجات وهم خرجوا وانتي عايزه تحوشي، مش عايزه تصرفي من المبلغ ده، فتتضايقي تروحي تقولي تكسري المبلغ ده وتخرجي معاهم. لا، في حاجات كتير والرولز هنقولها ان شاء الله عشان نتعلم التحويش. وقبل التحويش قلت لك لازم انت من جواكي تكوني ناويه عايزه تعملي ايه بالظبط. ده غير بقى حاجات تانية كتير، انه اي واحده لازم تحوش. صدقيني لازم تحوشي. لا الصحه مضمونه، ولا صحتك مضمونة، ولا بكرة مضمون في ايه. كلها على الله طبعا، وربنا يحفظنا كلنا. بس ان شاء الله اللي مستخدمتيش المبلغ ده هنستخدمه الخطة بقى البديلة التانية فيها حاجة احسن. بس انا بقولك انتي بتكبري والالتزامات بتكبر، وولادك بيكبروا والتزاماتهم بتكبر اكتر. ولما يكون عندك هدف وبتسعيله بيبقى الحياة ليها طعم ومعنى. والله يعني ما تعمليش زي ضاع من عمري 10 سنين. 10 سنين مش قليلين، بصرف هنا وهنا واتبسط واعمل، طب استفدت ايه؟ كنت عايشة بلا هدف. يعني حققت شوية حاجات بسيطة كده بس برضو لما ببص للي هم اللي في سني واللي في نفس مستوايا عملوا ايه وانا ما عملتش حاجة، بتضايق وبزعل قوي قوي. فان شاء الله الفيديوهات الجايه هنبتدي خطوه خطوه مع بعض. اكتبي لي بقى انت حصل لك ايه واتعلمتي من ايه، ومن ساعتها ابتديتي تحوشي. حبايبتي، ده
علقولي واكتبولي واعملي لي فولو عشان ان شاء الله نتبع سلسلة التحويش. حبايبتي.